يا صباح الخير على الأميرات المسكرات، صباح السعد والهنا والرزق والأمل والتفاؤل، صباح الطاقات الإيجابية الجميلة، صباح الطاقات المنعشة، صباح الورد، صباح الفل، صباح العسل. صباحكم منعش كده ومليان طاقات إيجابية. تعالوا مع بعض كده روتين جديد في يوم جديد، نبدأه بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام. اول حاجه طبعا انتوا عارفين اول حاجه بعملها ان انا بمسك الكولمن اغسله اول حاجه في الصباح. اول حاجه ببتدي بيها اغسل الكولمن وابدا املاه. وبعد لما بملاه طبعا في حاجه بقولها على طول، وبملى الكولمن بتاعي كده حاجه تشيل عنك الحسد والعين بصي، اولادك تعبانين، اولادك كسلانين، كسلانه، فيكي كسل الدنيا، فيكي عجز الدنيا انت واولادك، وحاسه ان اولادك كده مفيش روح كده ولا طاقة إيجابية خالص. تعالوا مع بعض كده بعد لما تملك كولمن، أو مثلا لو عندك سبنسر، عندك أي حاجة، بصي هتعملي إيه؟ لو بتملي أزايز هتعملي كده الحاجة اللي انت بتمليها مية، ودايما أولادك بيشربوا منها على طول. هتقولي ورايا كده، بصي هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم: أو كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وبعد كده بتقري سورة الفاتحة مرة واحدة، وبعد كده حبيبة قلبي بتقري المعوذتين كل واحدة فيهم 3 مرات. بعد كده بتقولي: يا رب المرض يأتي بعلمك ويذهب بإذنك، اللهم اشفي أنت الشافي، اصرف عنا المرض واجعل في هذا الماء الشفاء والدواء، يا رب الأرض والسماء، اللهم أمين يا رب العالمين. بنية كده ايه؟ بنية بقى ان ربنا يحوش عن اولادك الحسد، بنية ان ربنا يفك كربك، بنية بقى ان ربنا يشيل عنك البلاء اللي انت فيه، الكسل، العجز، كل الحاجات دي لازم تعملي كده يوميا. اللي هو الحاجة اللي دايما اولادك مداومين عليها وبيشربوا منها، او انت بتشربي منها، او زوجك، او اي حد ايا كان، المية دي جميلة جدا وتقري عليها كده يوميا، مش هيجرالك اي حاجة. اكتبيها في ورقة وقلم وابدأي يوميا كده ان انتي تقوليها، علشان خاطر ان شاء الله ربنا يفك كربك وكرب اولادك وزوجك وكل حاجة بإذن الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خلي دايما كده ايه، خليكي دايما حمد ربنا وشكراه، وخليكي دايما كده لسانك بذكر الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ودايما بذكر الله. والله العظيم ربنا هيشيل عنك كل الهموم اللي في الدنيا، ربنا هيفتح لك كل الابواب، ربنا هيشيل همك ويزول كل كربك باذن الله. اسالوا مجربه. طبعا بصوا هقول لكم على حاجه. لما تبداي كده تقومي كده تتنشطي في المطبخ، دايما كده استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله كده على طول. خليكي دايما بتسبحي ربنا سبحانه وتعالى، خليكي دايما كده بتصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. والله العظيم يا بنات ان شاء الله هتحسوا بكل العجز اللي جواكوا، ربنا شال همه باذن الله تعالى، وهيفك كربك باذن الله، وهتدعي لي على كده ان شاء الله. بصوا بقى، بعد ما غسلت الكولمن كان في شويه ايه كوبايات، وطبعا ايه اولادي كانوا سهرانين فتعشوا كده، فطبعا ايه دي اطباق مكان العشاء، فقلت اغسلها الاول. طبعا انتوا عارفين ان اولادي بيفضلوا نايمين، وطبعا انا بقوم بقى ايه اكحور كده في البيت، اللي هو كحوره كده شويه، اللي هو ما اقدرش صراحه يا جماعه، لو فيها تعب الدنيا وكسل الدنيا لازم اقوم. ما اقولش بقى احطي دي على خدي واقول لا انا كسلانه النهارده انا تعبانه. انت تكسلي في حاله واحده بس، اليوم اللي انت بيتك رايق فيه وعندك اكل لاولادك وكده، ده خدي راحتك يا ست كده، يوم كده خدي لك كده راحه نفسيه كده. يعني لو عندك أرق أو تعبانة أو كده وحاسة بخمول ونفسك تنامي والحوارات دي، بيبقى مثلا يا جماعة الواحد مثلا تعبان طول الأسبوع، اللي هو مثلا التلاجة بتفصل، الغسالة بتفصل، كل حاجة بتفصل، فطبعا الإنسان نفسه بيفصل. اللي هو إزاي بقى، خلاص أنا جيت لمرحلة إن أنا مثلا مش قادرة أصور لكم، ولا قادرة أنزل، ولا قادرة أعمل، فباخد راحة، باخد راحة يوم كامل، ابعد عن التليفون، ابعد عن التصوير، ابعد عن كل حاجة، اللي هو بفصل في يوم كده لحد لما احس ان انا مرتاحة نفسيا، والارق اللي عندي كده ربنا شاله. وطبعا ايه برجع اداوم تاني على التصوير وابدأ انزل لكم وكده. ليه؟ علشان خاطر طبعا اعمل لكم الروتينات الاحسن، الحاجه اللي تشجعكم. انا مش هقول لكم مثلا ان انتوا مثلا مش عارفين حاجه ولا الحوارات دي، لا بل بالعكس، انا كل اللي فيها ان انا بشجعكم وانتوا بتشجعوني. مثلا انتوا بتشجعوني بالكومنتات الحلوه، انا بشجعكم مثلا انتوا تقوموا تشتغلوا، تقومي تتنشطي. فطبعا انا صراحه واحده من الناس، انا لما كنت اشوف الروتينات دي زمان انا كنت اتشجع واقوم. فاللي هو صراحة من هنا حبيت الفكرة، اللي هو ان انا اعمل لكم الروتين دوت، بحيث ان احنا نتشجع كده مع بعض. لو انت كسلانة، لو فيكي خمول ولا اي حاجة، حاولي على قد ما تقدري زي ما قلت لك اعملي المية دي، وباذن الله تعالى ربنا هيزول همك باذن الله تعالى. فطبعا ان شاء الله مش هتحسي بعجز بعد النهارده.
طيب مثلا لو عندك ديون بقى ومش قادره تسدي الديون بقى، برضو نفس القصه كده، انت هتعملي الميه وهتقرا على القران، وهتعملي ايه تاني؟ برضو الدعاء ده خليه دايما معاكي باستمرار، وبنيه فك الكرب، بنيه سد الديون. فاهمه يعني ايه؟ خليكي دايما كده ان انا بقرا الدعاء ده لنيه ان انا ربنا يسد ديني ويفك كربي، اللي هو الدعاء ايه. وانت شغاله برضو في المطبخ قولي: يا قاضي الديون من خزائنك التي بين الكاف والنون، اقضي دين كل مديون، وكل من يصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. فيعني ايه، خليكي دايما كده. والله العظيم جربوها بس يا بنات ان شاء الله باذن الله تعالى. صلى على الرسول بقى، وخليكي دايما بذكر الله، يعني خلي لسانك كده معطر بذكر الرحمن، وخلي دايما كده يومك كده جميل يبدا بانتعاشه وقران ودين والحوارات دي. والله العظيم يا بنات ربنا هيزول همك، وان شاء الله ربنا يفك كربك، ودايما هتلاقي ربنا واقف جنبك، ما بيخذلكيش ابدا ابدا. ولو وقعتي في دقيقه اعرفي ان ربنا، ان انت قريبه جدا من ربنا، اللي هو ربنا في حاجه احسن عينها لك، بس بيشوفك بس، هل هتصبري على البلاء اللي ربنا بعتهولك ولا مش هتصبري عليه. يعني مش تقولي بقى انا ليه يا ربي ومش انا ليه واشمعنى انا والحوارات دي. لا خالص خالص، خليكي هاديه كده، واعرفي كده انت المفروض تتبسطي، المفروض كده ما تحزنيش ولا تيأسي ولا اي حاجة تماما، بل كل اللي فيها احمدي ربنا سبحانه وتعالى على كل اللي ربنا عطاهولك. وان شاء الله كل ما تحمدي ربنا كل ما هيزيدك من فضله، كل ما تحمدي ربنا كل ما ربنا، لا انا العبد دوت شكرني وحمدني في ظل ان انا اديته مثلا مصيبة او مشكلة او حاجة، ودايما ايه كان حامدني دايما. فتخيلي بقى بعد الحمد دوت ان شاء الله باذن الله تعالى، والله العظيم يا بنات ان شاء الله ربنا يفك همك ان شاء الله باذن الله. تعالوا مع بعض كده حبايب قلبي، بعد بقى اما مليت الكولمن وقرينا عليه القران وغسلت الاطباق والرخامه وكل حاجه، خلاص كده ريحه البيت كده منعشه وجميله وقمر كده زيكم. وطبعا هنعمل ايه بقى؟ قلت اول حاجه نجهزها الفطار. بس طبعا قبل ما اجهز الفطار صراحه يا بنات والله العظيم انا ما اقدرش اعمل اي حاجه على البوتاجاز غير لما يكون نضيف قدامي، سواء بصور او ما صورش لازم يكون نظيف. طبعا البوتاجاز بيبقى بالحاله دي على طول ورا الفطار ورا الغدا ورا العشاء، فلازم يتغسل 3 مرات يوميا بعد كل وجبه. انت لو عملتي مثلا سخنتي رغيف واحد بتلاقي البوتاجاز خلاص اتبهدل، لو عملت كوبايه شاي واتدلقت يبقى كده البوتاجاز اتبهدل، لو مثلا غليتي لبن بيتبهدل. فاحنا عايزين على طول اول باول ايدينا فيه باستمرار. طيب انا عايزه كمان مثلا اللي هو بصوا هقول لكم على حاجه جميله جدا ان شاء الله هعملها لكم. يعني في يوم كده مش هيبقى فيه روتين ان شاء الله، او يومين على حسب هشوف، يعني في دخول الدراسه كده باذن الله تعالى هنتكلم فيه عن كل حاجة. يعني مش هصور فيه روتين، لا هنتكلم مع بعض كده بودكاست كده، ونقعد كده ايه نتكلم مع بعضينا. المهم ان احنا نخرج من الحالات اللي احنا فيها، ازاي ان انا اوفر، ازاي ان انا ادبر، ازاي ان انا اخرج من الهم اللي انا فيه. كل ده هنتكلمه مع بعض ان شاء الله. بصي لو انت عايزه توصلي للحاله دي ان شاء الله اقرا على قد ما تقدري كتب، وانت هتوصلي بصي للفرحه للسعاده للطاقات الايجابيه. هتحاولي ازاي انت تطلعي نفسك وتخرجي نفسك من كل الهموم دي. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف ايه فطارنا ايه كده النهارده. طبعا انا بحمر البطاطس كده حبيب قلبي، حطيت كده الطاسه وحمرت البطاطس، والطاسه التانية الصغيره دي حاطه فيها ايه، حاطه فيها بصلايه كده وشويه زيت، وحاطه فيها كمان معلقه دهن. طبعا اولادي ما بيحبوش الدهنه، انت ممكن تحطي مثلا تطعميها وما تقولوا لهمش ان دي دهنه او كده. والله العظيم ريحتها زي ريحه السمنه البلدي، بس لما تعمليها بطريقه حلوه طريقه جميله كده ما تشميش اي ريحه دهون خالص، لا جميله وبتدي اكلك طعم جميل، سمن بلدي بالظبط. يعني حاجه كده ايه خليها تحت ايدك على طول. دي من الحاجات الجميله الاساسيه الضروريه اللي لازم تكون في البيت. ايه تاني؟ في حاجات كتيره جدا 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 انا عارفه ان هي غاليه ومثلا سعرها زايد وكده، بس الحاجات دي اللي مش هتضرك، دي الحاجات اللي هتشيل عنك المرض والهموم. دي الحاجات اللي لازم تكون في البيت، وده كله هنتكلمه مع بعض باذن الله تعالى. زي ايه مثلا؟ زي الدهن كده زي ما قلت لكم. زي ايه مثلا تاني؟ زي زيت الزيتون، ده سحر في البيت.
بالله العظيم سحر لكل حاجة، لكل حاجة، سواء في الأكل، سواء مثلا جسمك تعبان، سواء مثلا لو قريت عليها قرآن كده وسخنتيه كده بس تسخينة بسيطة كده على النار، ورحتي جاية مثلا دهنة جسمك أو المكان اللي بيألمك مثلا، وقريتي عليها قرآن قبل ما تدهني جسمك ولا أي حاجة، ما شاء الله سحر. سحر يا بنات حاجة لازم تكون في البيت ضرورية، يعني في حاجات كده لازم تكون في البيت دايما تنعش لك البيت. خلاها بقى ايه، زيت الزيتون دوت على طول على جبنه ماشي، على فول ماشي. انا دايما كنت بصور لكم، لو رجعتوا للفيديوهات ورا زمان هتلاقوا ان انا من المشتريات بتاعتي لازم زيت الزيتون يكون في البيت، يعني لازم الحاجات دي اساسيه. بصوا بقى، حطيت طبق الفول. طبق الفول دوت انا مفرزاه في الفريزر، انا مدمسه الفول، بدمسه على طول اول باول. صراحه ان انتوا عارفين دلوقتي كيس الفول بقى ب7 جنيه و10 جنيه، والله العظيم ملوش اي قيمه، يعني شويه صغيره جدا. طيب انا ليه اشتريه من بره كده؟ طيب ما انا هروح اجيب نص كيلو ب20 جنيه، نص كيلو فول وهدمسه ب20 جنيه، هيعمل لي يعني 10 اكياس من اللي بره دي. فانت كده وفرتي توفير جامد، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. فليه نشتري الحاجه من بره وانا اقدر اوفر في البيت وحاجه نظيفه؟ يعني مش هقول لك بقى خلاص انا بموت عيالي من التوفير، مش معنى يا جماعه ان انا بقول لك وفري او اعملي. التوفير مش شرط توفير فلوس، التوفير ده توفير صحه، توفير مال، توفير كل حاجه. انت وفرتي صحتك وحافظت عليها. انا عارفه طبعا اي مرض او اي الم بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا بايدك ولا بايدي. لو انت عامله، بصي لو انت عامله ايه في الدنيا دي وحافظت على قد ما حافظتي، بس كل اللي فيها المرض بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبرضو بيمشي من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا اللي بيؤمر ان جسمك يدخله المرض لو انت محافظه، مهما حافظتي على قد ما تقدري، بس ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحافظ على صحتنا، فاحنا بنعمل اللي علينا، وكل حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. فربنا هو اللي بيعطي وهو اللي بياخد، بس كل اللي فيها ان احنا بنحاول نحافظ على قد ما نقدر. ايه الحاجه الضروريه بقى اللي لازم تكون في البيت على طول؟ المناديل دي. المناديل دي انا عارفه ان المناديل غليت وكل حاجه، برضو سعرها زايد جدا جدا، بس هقول لك حاجه، لما تشتري بكره مثلا ب100 جنيه يعني اللي هي المضغوطه دي، والله العظيم بتقعد معاكي ما شاء الله كام شهر، كام شهر ب100 جنيه. معلش انت لو رحتي للدكتور، انتوا عارفين دلوقتي اسعار الدكاتره بقى ما شاء الله بقت غاليه جدا، والروشته شوفي بكام، وشوفي انت هتدخلي في كام. لا طب ما انا احافظ على صحتي يا جماعه، هجيب ازازه زيت زيتون هتقعد عندي برضو كام شهر. انا يعني مش بهلك زيت الزيتون يعني اللي هو بدلق منه ولا الحوارات دي، لا خالص، انا باخد حاجات بسيطه جدا، معلقتين 3 بس مش اكتر من كده، على الفول، على الجبنه، جبنه قريش وكده. بتحاولي ان انت تحافظي على صحتك وصحه اولادك مش اكتر. فبصوا المناديل برضو من الحاجات الموفرة للصحة جدا. معلش البتنجان بيطلع فيه زيت، البطاطس بيطلع فيها زيت، الطعمية بتطلع فيها زيت، فأنا حطيت منديل واحد يا جماعة لل3، فوفرت ودبرت وخططت. المهم فطرنا والحمد لله، فطرنا الجميل القمر كده، حاجة منعشة وحاجة جميلة. فطرنا العسل دوت. بعد الفطار مباشرة قمت كده وقلت اعمل ايه، اتبل الفراخ بتاعتي اللي عندي. بص برضو من التوفيرات الحلوة اللي في العلبه دي، هقول لكم دلوقتي على حاجه. دلوقتي اللي في العلبه دي علبه زبادي، وحوالي نص كوبايه من اللبن، وحوالي بقى البهارات بقى اللي انا حطيتها، وحط عليهم كمان كاتشب ومايونيز. طيب انا حطهم في علبه ليه؟ هقول لكم دلوقتي ليه انا حطيتهم في علبه، بس تعالوا بس نشوف التتبيله بتاعت الايه، الصدور بتاعتي دي. الصدور دي بعمل ايه؟ مثلا لو انا عايزه اجمع صدور، بروح جايه مثلا جايبه فرخه وليكن، واعمل الفرخه مثلا النهارده، بروح جايه ايه شايله منها كده ايه صدر مخلي، فاهميني؟ بسيب الجناح فيه حته بحيث ان هي تبقى واحد ياخد القطعه دي، وباقي الصدر كده بروح شايلاه، ومره على مره على مره جمعتي 3 صدور او 4 صدور، ما شاء الله الصدور بتبقى كبيره وبتاكلي بيها العيله كلها. ورحت جايه حاطه التوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسود، كمون، توم باودر، بصل باودر، كاري، كركم، مرقه ماجي فوريه. بصوا حبشتها كده تحبيشه حلوه، طعم الفراخ من عند العطار بتجيبيها. ظبطنا الدنيا ورحنا متبلينها، ورحنا ايه حطينا في التلاجة.
بعد بقى ايه ما تبلت كده الفراخ، قلت نعمل بقى مشروب كده ونقعد كده نشرب كده ونقعد مع اولادنا كده نضحك شويه، نتسلى شويه، نشوف حوارات اي حاجه، مين اللي ناقصه حاجه، خلاص الدراسه على الابواب، ذاكروا اعملوا، اللي هو بطريقه حلوه بقى، بطريقه شيك كده، وانت بتضحكي مع اولادك بقى عشان خاطر ما يملوش ويحسوا ان انت بتضغطي عليهم والدنيا كلها جايه عليهم. فطبعا في حاجات اساسيه هوريكم الحاجات الاساسيه والضروريه اللي لازم تكون في البيت عندك باستمرار. عملت كده حبايب قلبي المشروب بتاعنا، عملت شاي بلبن، وطبعا ايه الكحك اللي انا كنت عاملاه معاكم اللي هو الدايب دوت، حطيته كده ونشرب بقى ايه كوبايه. تعالوا بقى مع بعض كده، اللي هو قعدت ساعه كده، فاهميني ايه ده مشروب ورا مشروب؟ لا والله العظيم هو كان عدى ساعه ساعتين ثلاثه كده يعني. اللي هو بنجهز الفطار، بنفطر ونقعد مع بعض كده، نتسلى شويه، نظبط المطبخ، نظبط الاوض، كل حاجه. وبعد كده بقى عايزين حاجه تبقى فريش كده، انتوا عارفين الجو النهارده نار. فطبعا اعمل ايه؟ قلنا نعمل عصير كده مشبر كده جميل. عملت عصير مانجا وحطيت معاهم كوبايه من اللبن كده، صراحه طعمه حلو. بس مش عارفه، حسيت كده ان هو مغير لي طعم المانجا، اللي هو انا شفت الوصفه فقلت اجربها صراحه. يعني ايه، هو طعمه حلو بس حسيته بقى ايه اللي هو، شفتوا القرع يا جماعه؟ انا عملته قبل كده بلبن وعملته عصير فلقيته نفس الطعم، فحسيت كده. فاولادي قالوا لي ماما بالله عليكي دوت اللي هو اليقطين دوت يقطين. قلت لهم والله العظيم لا، قسما بالله ده عصير مانجا. فما كانوش مصدقين صراحه، فانا كنت حاسه ان هو مدي الطعم. لان انا جربته قبل كده وحطيت معاه اللبن فكان مديني نفس الطعم ده. تعالوا مع بعض بقى ايه، بعد ما شربنا العصير كده، طبعا انا يعني ايه، حطيت لهم العصير وجيت انا ايه، رحت حاطه الطاسه كده على النار على طول. انا كنت صبه لي كوبايه وبشرب وانا ايه بشتغل. ليه؟ الجو حر جدا، مشغله المروحه كمان. فطبعا بصوا مش قادره اقول لكم كده، الجو حاجه صعبه. فطبعا انتوا عارفين المطبخ بيبقى عامل ازاي. بصوا بقى، انا شلت الفراخ الصدور وبحمرها كده زي ما انتوا شايفين. بديها صدمه كده يعني على النار. وبعد لما اديتها صدمه انا ما حطيتش باقي الصوص، هقول لكم هعمل بيه ايه دلوقتي. فكنت ايه عامله كده ايه طبق كبير كده عصير طماطم وبدات اضيفه على الخلطه دي. جربوا الخلطه دي بالله العظيم هتدعوا لي جدا جدا جدا. صراحه يا بنات طعمها فوق الخيال، والله العظيم اولادي عشقوها بطريقه فظيعه. ماما ما كترتيش الصوص ليه؟ ماما لا كنت كتر الصوص. الصوص حاجه خيال، حاجه يعني بصوا الطعم كده مش قادره اقول لكم، حاجه فظيعه. يعني ما تعرفوهاش ان هي كانت فراخ هندي، فراخ كده. بس والله صراحه اللي هو الصدور عندي. وطبعا اولادي عايزين مثلا ياكلوا رز ولسان عصفور، فانا عايزه اعمل بالصدور دي حاجه، فمش عارفه اعمل ايه. فانا وصلت للمرحله دي. بوريكم كوبايه العصير اللي هو ايه، بشرب عصير كده عشان ما تحاوليش ان انت تدوخي، تحاولي ان انت تكوني منعشه دايما في المطبخ، بحيث ان انت عارفه وقفه المطبخ كتير وما تتعبيش وانت بتعملي. حطيت كده الفراخ تستوي كده براحتها، وبعمل هنا ايه الرز كده بالشعريه، وبعمل كمان لسان العصفور. يعني خلي ايدك في ايه، في كل مكان كده. طب لسان العصفور انا ما عنديش شوربه وعايزه اعمل له شوربه، هعمل له ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. انا هاخد من الصوص ده واحطه على لسان العصفور بس لما يتحمر كويس، وهنبدا نضيف عليه ميه، وهنضيف ايه حوالي معلقتين مثلا من مرقه الماجي الفوريه. بصوا بقى حباب قلبي، حطيت كده الرز وبحط الملح وبفضل اقلب فيه شويه، اشوحه كده على النار، وبعد كده بضيف عليه الميه بتاعته. يا دوب الميه تكون فوق الرز كده مفيش عقله صباع، فاهميني؟ يعني عقله صباع كده بس، مش اكتر من كده. هنحمر كده بقى لسان العصفور، وهناخد ايه كده نغرف كده بالمغرفه كده واحده بس، ونروح جايين حاطينها على الايه، على لسان العصفور. صراحة كان طعمه فوق الخيال، حاجة كده روعة. لسان العصفور بعمله ازاي؟ بحمره واروح جاية حط عليه الشوربة بتاعته، يديني غلوة او غلوتين مش اكتر من كده، وبعد كده بطفي عليه النار، وارجع لما عندي مثلا الاكل قبل الاكل كده ب10 دقايق، بروح جاية رافعاه تاني على النار، واضيف له المية، بيكون يعني مثلا اتشرب المية اللي هو ايه اخدها دي، واروح جايه ايه اضيف عليه الميه تاني ومكعب مرقه ماجي، واروح جايه حطاه يغلي غلوه بس كده على النار كده. تمام، احنا كده ظبطنا الدنيا وظبطنا المسائل. الفراخ استوت، باقي التتبيله بقى بتاعت اللبن والزبادي والحوارات دي ضفتها كده ايه في الاخر بقى، اللي هي تديني غلوه واحده بس كده على النار. طعمها حلو جدا جدا جدا، بالله عليكم تجربوها، حاجه كده جميله، واولادك هيعشقوا الاكله دي. طريقه فراخ تحفه بطريقه تانية مختلفه تماما. بصوا الفراخ الذهبيه، هي دي الفراخ الذهبيه. مش شرط ان انا احمر، مش شرط ان انا، لا ده اجمل حاجه، مفيش بعد كده، جميل.
وبكده حبايب قلبي خلصنا غدانا. تعالوا بقى نغرف الاكل بتاعنا. ادي الفراخ بتاعتنا، صدور، 3 صدور 4 صدور. حاولي ان انت تكوني كده اكله فيهم من الايه، من الفراخ بتاعتك. وكمان جمعي مثلا الكبد والقوانص فيهم. يعني بصي حاولي ان انت على قد ما تقدري ان انت تمشي حياتك كده. يبقى انت عملتي من الفراخ اللي انت بتجيبيها يوم كده هتسلكيه كبد وقوانص، ويوم كده هتسلكيه مثلا الصدور الجميله دي. والله العظيم تحفه، دي مش تسليكه، دي اكله عظيمه جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم كده، اولادي قعدوا يقولوا لي عايزين صوص تاني. اجيب لكم صوص تاني منين يا جماعه؟ لا انتوا كنتوا كتري الصوص. وقولوا لي هو الصوص مزعلك؟ يعني الصوص ده كان مزعلك لما تكتري منه شويه؟ كان حاجه روعه جدا جدا جدا.